تعالوا نجرب كده حاجة بسيطة، ان احنا نجيب راوترين واتنين بي سي ونوصلهم ببعض، ونخلي الشبكة دي مثلا شبكة 1/24، ونخلي دي الشبكة 10، ونخلي الشبكة دي مثلا 2.1.1.0/24. ندي اي بي للجهاز ده والجهاز التاني. ندخل على الراوتر الأول enable config t، ادخل على الانترفيس اللي هو جيجا 0/0 اللي موصلني بالبي سي، اديله اي بي ادرس اللي هو 1.1.1.1، ونقول نو شت داون. بعد كده نروح للانترفيس التاني جيجا 0/1، نديله اي بي ادرس برضو 10.1.1. خليها .1/24، ونقول له نو شت داون. ونروح للراوتر التاني الانترفيس اللي موصلني بالبي سي، اقول له اي بي ادرس 2.1.1.1/24، نو شت داون. هروح للانترفيس اللي موصلني بيه الراوتر، اقول له اي بي ادرس 10.1.1.2/24، واقول له نو شت داون. بما اننا هنتكلم النهارده على اليو اس بي اف، فمحتاجين نعرف الراوتنج تيبل. الراوتنج تيبل ده في الراوتر بيكون متسجل فيه الشبكه والطريق اللي هيوصلني للشبكه دي. نعرف منين الراوتنج تيبل؟ عن طريق امر show ib root. لو لاحظنا هنا هنلاقي فيه رموز سي وال. سي معناها هنا لو شفناها connected، وحرف ال هنلاقي local. طيب تعال نعرف احنا عملنا ايه علشان يكتب هنا سي وهنا ال. اول شبكة معناها شبكة 2، وكاتب اول سطر هنا 2.1.1.0/24، وكاتب عليها connected. ونروح لها منين؟ من جيجا 0/1. التاني 2.1.1.1/32 معناها exact الاي بي ده، يعني الاي بي ده بالظبط. طيب يبقى ال 32 معناه ان في اي بي واحد بس، هو الاي بي ده 2.1.1.1. طب ليه هنا كتب ال وهنا كتب سي؟ تعالى كده نشوف مع بعض الشبكة رقم 2. احنا على الراوتر رقم 2 هنا. هو كتب هنا اسم الشبكة نفسه connected، والاي بي بتاع الانترفيس اللي في الراوتر تمام كتبوا ال لوكال. ده لوكال عندي انا، ده اللي متوصل بيا انا، ده الانترفيس اللي عندي في الراوتر، وده الاي بي بتاعه 2.1.1.1. انما الكونكتد يعني عندي شبكه متوصله بيا، هي شبكه رقم 2، والاي بي بتاعي هو 2.1.1.1. تمام، والاتنين برضو متوصلين على جيجا 0/1. طيب عندي شبكه تانية 10، نفس النظام. الشبكه 10/24 بتتكتب عليها كونكتد، متوصله بيا كونكتد. انما الاي بي بتاعي انا هو 10.1.1.2/32، يعني اي بي واحد بس هو الاي بي بتاعي. ولو لاحظنا هتلاقي هنا جيجا 0/0، بروح لها من جيجا 0/0. هو ده الراوتنج تيبل. راوتنج تيبل بيكتب لي الشبكه اروح لها منين. تمام. طيب انا عندي هنا شبكه ناقصه. انا عندي شبكه رقم 2 موجوده اللي متوصله بالبي سي، وشبكه 10 اللي متوصله بالراوتر، بس انا معرفش شبكه واحد. يعني معنى كده ان انا لما اجي هعمل بينج من البي سي رقم 3 للبي سي رقم 2، مش هيكون في بينج، هيدي لي رسالة سلبية لأني مش عندي الشبكة موجودة في الراوتر ده. تعال نجرب بينج على 1.1.1.2، مفيش بينج. تمام، رسالة سلبية. طيب يعني بمعنى كده لو أنا ضفت الشبكة في الراوتنج تيبل هنا في الراوتر ده، هل أقدر أوصل؟ تعال نجرب. طيب هنضيفها ازاي؟ قبل كده كنا بنضيف الشبكات static في الراوتنج تيبل. بمعنى ايه؟ كنت بكتب اي بي روت، واكتب الشبكه اللي انا عايز اروح لها اللي هي 1.1.1.0، واكتب الماسك 255.255.0. تمام، واكتب كمان هروح لها منين، ايه الطريق اللي هيوصلني ليها، او النكست هوب. الراوتر اللي قدامي الاي بي بتاعه كام؟ عندي هنا 10، اللي هو 10.1.1.1، وادوس انتر. خلاص كده انا عملت ستاتيك ومفروض يكون الشبكه دي متضافه عندي في الراوتر. اشوفها ازاي؟ شو اي بي روت، اهو في حاجه هنا اتضافت،
شبكة رقم واحد. وفي هنا كمان حاجة اختلفت هنا كده، في قوسين ظهروا كده. هنا بيتكتب رقم الادمن ديستانس. الادمن ديستانس ده خاص بكل بروتوكول. يعني هنا رقم واحد خاص بالاس، الاس ده معناه ستاتيك، لو لاحظنا كده نلاقي الاس ده ستاتيك. فالستاتيك اللي احنا عملناه دلوقتي الرقم بيبقى واحد، ادمن ديستانس واحد. وهنا زيرو، الزيرو ده او اللي بيتكتب هنا المترك او الكوست، يعني هيكلفني قد ايه علشان اوصل للشبكة التانية. فهنا الاستاتيك الشبكة واحد، واروح لها عن طريق 10.1.1.1. انا سجلت الشبكة دلوقتي على الراوتر، اعمل بنج بقى علشان خلاص كده انا سجلت فهقدر اوصل للشبكة. لو عملت بنج المفروض بنج يشتغل عشان انا سجلتها في الراوتنج تيبل. طلع عندي برضو رسالة سلبية. طب وليه؟ طب انا سجلت خلاص الشبكة في الراوتنج تيبل، يعني انا خلاص اقدر اوصل لها دلوقتي. طب ليه بيديني ريكوست؟ علشان لازم اعمل كده على الراوتر التاني. معنى ايه؟ معنى البنج او رسالة البنج طالعة من البي سي راح للراوتر اللي هو الديفولت جيت واي بتاعه، وبعد كده هيوديها للراوتر ده. فالراوتر هيلاقي ان في رسالة مبعوثة الى 1.1.1.2 اللي عنده، فهيوديها للايه؟ للبي سي. يعني البي سي هيستلمها. بس لما يجي البي سي يرجع تاني الترافيك او الريبلاي للبي سي اللي باعت البنج، هيجي يقف هنا عند الراوتر ده ويقول انا ما اعرفش اروح للشبكة 2 منين، لان الراوتر ده مش متسجل عنده شبكة رقم 2. وعلشان نتأكد منها اكتر في حاجة اسمها سيميوليشن هنا كده. لو عملنا بنج من هنا لهنا ومشينا كده الايه الترافيك واحدة واحدة، وصل للراوتر، بعد كده للراوتر التاني، ووصلها للجهاز، معنى كده ان الترافيك بتاعتي وصلت. تعال نرجعها تاني كده. الراوتر هيستلم الرسالة وهو في علامة غلط كده، انا مش عارف اودي الرسالة دي فين، لان الشبكة 2 مش موجودة عندي في الراوتنج تيبل. معنى صح مش هيبعتها. تعالى بقى كده نعمل static root تاني، اي بي روت، علشان نوصل للشبكة 2. فهنقول اي بي روت 2.1.1.0 سلاش 24 واروح لها عن طريق 10.1.1.2. بمجرد ما عملت كده اروح اكتب شو اي بي روت، ظهر عندي هنا الشبكة 2 تمام، واروح لها عن طريق 10.1.1.2، وهنا الادمن ديستانس 1 وكمان المترك 0. تعال نجرب بقى البنج المرة دي، المفروض يشتغل كده تمام. كده البنج اشتغل معانا عادي جدا. فاذا في الراوتنج لازم يكون عندي الشبكة موجودة في الراوتنج تيبل علشان اقدر اوصل لها. لو الشبكة مش عندي في الراوتنج تيبل ما اقدرش اوصل لها. طيب موضوع النهارده ايه بقى الاوس بي اف؟ ان انا لو عندي راوترين كده هحتاج ان انا اكتب اي بي روت والشبكة تمام، واروح لها منين زي ما عملت هنا كده على الراوتر ده، واعمل نفس الامر على الراوتر التاني علشان اوصل للشبكة التانية. طب انا لو عندي 10 شبكات 20 شبكة وعندي اكتر من راوتر، هضطر ان انا اعمل لكل شبكة اي بي روت. طيب في طريقة تانية، بدل ما استخدم اي بي روت لكل شبكة، طب ما انا استخدم اللي هو الديفولت روت اللي هو استخدمناه قبل كده في لاب فات، اللي هو كنا بنعمل اي بي روت، كنا بنكتب اصفار اصفار، ومثلا هنروح ل 10.1.1. مثلا دوت 2 اللي هو الاي بي للنكست هوب. فمعنى الاصفار دي كلها ده الديفولت روت، اللي هو لو عايز تروح لاي شبكة باي ماسك روح عن طريق الراوتر ده، هو الراوتر ده اللي عارف هيوديك للشبكات دي تمام. فهو ده يعني ممكن استخدم الديفولت روت يوصلني لجميع الشبكات. طب ليه انا هستخدم الاو اس بي اف بدل انا عندي امر ممكن يوديني للراوتر التاني ولجميع الشبكات؟ ليه هستخدم الاو اس بي اف؟ اولا لو عندك 500 فرع مش هتكتب ستاتيك روت لكل شبكه، هو الاو اس بي اف بيعملها اوتوماتيك. تاني حاجه بيختار افضل طريق، يعني الباث اللي هيمشي فيه، يعني بيختار افضل طريق ويمشي في الاتجاه ده. يعني مثلا لو عندك طريقين، مثلا الكوست اللي احنا كنا بنتكلم فيه دلوقتي زي الكوست اللي هنا ده، هتلاقي هنا الكوست بيتغير في الاو اس بي اف. لو عندي الكوست بيتغير فهو بيختار افضل طريق او اقل كوست وبيمشي فيه من خلاله. وطبعا الديفولت روت بيبعت بس في اتجاه واحد فقط، يعني انا قلت له ان في جميع الشبكات تروح لها من طريق واحد بس، مش زي الاو اس بي اف.
وكمان تالت حاجة، لو الكابل ما بين الراوتر الاول والتاني دول مثلا فصل، الاوس بيف هيغير الطريق بتاعه في ثواني، انما الديفولت روت هيفضل يشاور بس على الاي بي بتاع الراوتر التاني. تمام. والترافيك هيتحصل لها دروب كل مرة، هيحصل لها دروب. حتى كمان لو انا عايز اكبر الشبكة بتاعتي بسهولة، اكبرها بالاو اس بي اف. تمام، لان الاو اس بي اف هيضيفها تلقائيا، يعني من غير ما ادخل انا اعمل اي تغيير في الشبكة. اما الاستاتيك روت والديفولت روت هيحتاج تضيف الروت باستمرار. طيب تعالى كده نخلي اللاب ده كده ايه على جنب، وتعالى نجرب بقى الاو اس بي اف ازاي بقى اشغل الاو اس بي اف. تمام. ادي راوتر اتنين، آه، تلاتة. ومثلا لو جبنا بي سي هنا وبي سي هنا مثلا، وصلنا دول ببعض، ونخلي مثلا الشبكة دي شبكة 10.1.1.0/24، ونخلي الشبكة دي 20.1.1.0/24 برضو، ونخلي الشبكة دي 30.1.1.0/24، ونخلي الشبكة دي مثلا 40.1.1.0/24. طيب، وهنعمل حاجة كده بسيطة، هنعمل لوب باك. اللوب باك مثلا نخليه هنا 1.1.1.1/32، واللوب باك اللي هنا هنخليه 2.2.2.2/32، وهنخلي اللوب باك هنا 3.3.3.3.3/32. تعالى نعمل كده مع بعض الشبكة دي ونفعل عليها ال OSPF. هنا 10.1.1.2 default gateway، هنا هيكون 40.1.1.2 default gateway برضو. ونعمل ال configuration على الراوتر، مثلا ندخل على الانترفيس اللي موصلني بيه البي سي، واديله اي بي ادرس 10.1.1.1/24، واقول له نو شت داون. انترفيس جيجا 0/0، واديله اي بي ادرس 20.1.1.1/24، واقول له نو شت داون. ادخل على الراوتر التاني، بس قبل ما ادخل على الراوتر التاني خلينا بس نعمل انترفيس لوب باك 0، ونديله اي بي ادرس 1.1.1.1/32، واقول له نو شت داون. طيب، ادخل على الراوتر بقى التاني، اعمل له الاعدادات configuration config t interface جيجا 0/0، اديله اي بي ادرس 20.1.1.2/24، واقول له نو شت داون. ادخل على الانترفيس التاني جيجا 0/1، واقول له اي بي ادرس 30.1.1.2/24 نو شت داون، واعمل انترفيس لوب باك 0، واقول له اي بي ادرس 2.2.2/32، واقول له نو شت داون. ادخل على الراوتر رقم 3، انترفيس جيجا 0/1، اي بي ادرس 30.1.1.1/24، واقول له نو شت داون. انترفيس جيجا 0/0، واقول له اي بي ادرس 40.1.1.1/255.0 نو شت داون، واعمل له انترفيس لوب باك 0، واقول له 3. اي بي ادرس 3.3.3، واقول له نو شت داون. طبعا اللوب باك هيبقى مهم جدا في
الترابل شوت او لما اجي اعمل الراوتنج تيبل واشوفه الاقي بالنسبه لي الراوترات كلها تكون ظاهره، يعني كل لوب باك ظاهر معايا في الراوتنج تيبل خاص بكل راوتر، فهعرف مين اللي معايا في الراوتنج تيبل ومين مش معايا، فده هيفيدني في الترابل شوت. فعندي هنا كل حاجه تمام. حتى لو جينا مثلا عملنا بينج من البي سي للراوتر مثلا، هيبنج معايا ولا لا؟ هيبنج معايا عادي جدا، مفيش اي مشكله. طبعا لو جيت بنكت على البي سي التاني اللي هو 10.1.1.2 طبعا هيبقى في مشكله هنا. طيب دلوقتي انا عايز اعمل اشغل الاو اس بي اف. طيب هاجي مثلا على الراوتر ده واشوف الاو اس بي اف بيشتغل ازاي. طبعا اوامر بسيطه جدا في الاو اس بي اف كسي سي ان ايه يعني. هنبدا بكتابه امر راوتر، واقول له يا راوتر اشتغل او اس بي اف. تمام، فهكتب او اس بي اف واعمل علامه استفهام. قال لي اختار البروسيس اي دي. البروسيس اي دي ده حاجه خاصه بالراوتر، يعني مش هيفرق البروسيس اي دي في الراوتر اللي قدامي او لا. يعني مثلا نخلي الراوتر او اس بي اف رقم 1 مثلا. تمام، فهو البروسيس اي دي ده حاجه مميزه في الراوتر اللي انا عليه. يعني ممكن اعمل اكتر من بروسيس اي دي في الاو اس بي اف، بس كل او اس بي اف او بروسيس اي دي خاص بشبكات معينه. فانا كده هعمل راوتر او اس بي اف رقم 1 للشبكه دي مثلا، بس البروسيس اي دي مش هيخرج بره الراوتر ده. الراوتر بس هو اللي هيعرف البروسيس اي دي ده. تمام، يعني مفيش اي حد من الراوترات التانية هيعرف البروسيس اي دي بتاعي. بعد ما عملنا كده دخلنا جوه، حتى هو دخلك على config dash router. هنا قبل كده في الاستاتيك كنا بنقول له لو عايز تروح للشبكه 40 تمام، روح انت من الطريق ده، من الطريق اللي هو 20 مثلا على الشبكه 40، فانت هتروح من شبكه او الاي بي بتاع 20.1.1.2 الاي بي الراوتر ده. طب لو عايز تروح شبكه 30 فانت برضه هتروح من الطريق ده. تمام، فانت كنت بتسجل كل شبكه او بتعمل له ديفولت روت اللي هو روح لاي شبكه باي ماسك من الطريق ده وخلاص. هنا في الاو اس بي اف بعرف له بس الجيران بتاعتي او الشبكه اللي جنبي. بمعنى انا الشبكه اللي جنبي 20 صح، متوصله بيا على الانترفيس دي 20، وشبكه 10 متوصله على الانترفيس دي. فانا بدخل اقول له بامر اسمه نتورك، اقول له لو سمحت انت عندك شبكه 20.1.1.0 ماسكها 24. ده بيتكتب ازاي؟ الوايلد كارد ماسك لو احنا فاكرين قبل كده استخدمناه في لاب فات. الوايلد كارد ماسك بيحدد لي كام جهاز موجود في الشبكه دي، في الشبكه 20، بمعنى ان ده سلاش 24. فانا هكتبها ازاي؟ هكتب الوايلد كارد ماسك ان اللي بيتغير بس هو الاوكتت الرابع اللي هو الزيرو، ده هو اللي بيتغير. تمام، خانه الزيرو بس هي اللي بتتغير. فانا هعملها ازاي؟ هكتب ان ال20 ثابته، فال20 دي هكتب لها صفر دوت. الواحد ده ثابت فهكتب صفر، والواحد رقم 3 ده ثابت فهكتب صفر. طب الخانة رقم 4 هي اللي بتتغير فبكتبها 255. طيب وقفنا على كده؟ لا، بكتب اهو اسم الشبكة والوايلد كارد، وبعد كده على طول حاجة اسمها الاريا. الاريا دي مهمة جدا، بس اللي هنعرفه دلوقتي ان لازم يكون الشبكات كلها في اريا زيرو. اللي هنعرفه دلوقتي كسي سي ان ايه لازم يكون عندي اريا زيرو. طبعا عندي اريات كتيرة جدا جدا جدا، بس الاريا اللي عندي المهمة او الباك بون اريا هي بتبقى اريا زيرو. فاحنا دلوقتي هنستخدم اريا زيرو بس، واقول له الشبكة دي في اريا زيرو هي شبكة 20 دي. طيب انا كده ضفت شبكة 20 بس، وبعد كده اروح اضيف الشبكة 10 برضو 10.1.1.0. طيب هي سلاش 24 فبثبت رقم 10، بثبت رقم 1 والواحد اللي بعديه، والخانة الأخيرة هي اللي بتتغير، وطبعا هما في اريا زيرو. كده انا خلصت، فاضل بس اللوب باك، وهيكون 1.1.1، وهيكون الوايلد كارد ماسك هيكون سلاش 32. يعني عندي هنا الشبكة دي سلاش 32، فعندي الواحد ثابت مش هيتغير فهكتب زيرو، الواحد التاني ثابت فهكتب زيرو، واللي بعده ثابت فهكتب زيرو، والرابع ثابت فهكتب زيرو. تمام، فهو ده هيكون سلاش 32. واعمل الاريا
0 ودوس انتر. تعال نعمل اكزit كده ونشوف شو اي بي روت. لسه مش مسجل عندي اي حاجه من الاو اس بي اف. طيب احنا محتاجين ايه؟ محتاجين اللي قدامه يشتغل، يعني على الراوتر التاني نعمل اعدادات برضو. تعال نكتب تاني راوتر او اس بي اف، واحنا قلنا البروسيس اي دي مش مهم خالص ان هو يبقى زي بعضه في الراوترات، عادي ممكن يتغير، فانا هسميها او اس بي اف 2 واكتب نتورك الشبكه اللي جنبي 20.1.1.0 سلاش 24. ده الوايلد كارد اريا 0، مهمه جدا اريا 0. والشبكه التانيه شبكه كام؟ 30.1.1.0 وبرضو سلاش 24 واريا 0. وفي اللوب باك هيكون، حتى لو شفت رساله هنا ظهرت على طول اهو، الاو اس بي اف بروس 2، ده البروس الخاص بيا اهو، النيبر اللي هو 1.1.1.1. ده انهي؟ ده اللوب باك. شوف انا عندي هنا اللوب باك مهم جدا. شفنا الراوتر رقم 1 من اللوب باك على جيجا 0 على 0، صح جدا، هو متوصلني بجيجا 0 على 0. وكمان لودنج تو فول، لودنج دان. الاو اس بي اف بيبعت حاجه اسمها ال اس اي، ال اس اي داتابيز او لينك ستيت ادفرتايزمنت، يعني بيبعت الداتابيز في رساله اسمها ال اس اي، بيقول لي فيها النيبر بتاعك اللي هو 1.1.1 ده اروح له من جيجا 0 على 0 بمترك كذا بكوست كذا. اضيف بس الاول لوب باك وبعد كده نشوف الراوتنج تيبل. فبرضه هعمل لوب باك كله اصفار واريا 0. تعال بقى نشوف شو اي بي روت. هلاقي عندي ظهر حاجه جديده بالاو، حرف الاو. طبعا حرف الاو هنا او اس بي اف. طيب عندي هنا شبكه 1/32. طيب وعندي هنا 110، ده الادمن ديستانس اللي احنا قلنا عليه. الادمن ديستانس ده رقم خاص ببروتوكول او اس بي اف. طبعا واحد احنا شفناه ده تبع الاستاتيك. طب هنا 2 ده الكوست اللي هيوديني ليه الشبكه دي، شبكه 20 دي، قصدي شبكه 1، وهيوديني عن طريق 20.1.1.1 اللي هو جيجا 0 على 0. حلو. وعندي شبكه تانية اسمها 10 برضو 110 اللي هو ادمن ديستانس، ده ثابت اهو، والكوست بتاعي او اللي هيوديني باتنين، وعن طريق 20.1.1.1 اللي هو جيجا 0 على 0. اذا كده انا كونت جيرة عن طريق الاو اس بي اف مع الشبكة دي او مع الشبكات اللي هنا دي، شبكة 10 وشبكة 20 بقت ظاهرة عندي، شبكة 10 وشبكة 20 ظاهرة عندي. كده شبكة 20 اصلا ظاهرة عندي بال كونكتد علشان هي ايه متوصلة معايا دايركت. انما عندي شبكة 10 وعندي شبكة 1 اللي هي 1 دي اللي هو اللوب باك، تمام، بتاع الراوتر ده اللي هنعرف بعد كده الراوتر معانا ولا لا. وشبكة 10 متوصلة معانا اللي هي الشبكة الداخلية اللي جوه في الراوتر. تعالى بقى نروح للراوتر التالت. المفروض ان الاو اس بي اف دايناميك كده، دايناميك هيشوف شبكة 10 بدون ما اكتب انا للراوتر ده ان في شبكة 10 موجودة، هيعرفها لوحده. تمام، وهي دي ميزة الاو اس بي اف. يعني لو دخلنا كده قلنا قبل ما ندخل الاول نعمل شو اي بي روت، ما عنديش شبكة 10 موجودة ولا عندي شبكة 20 اصلا، تمام، ولا عندي لوب باكات غير اللوب باك رقم 3 بس اللي هو اللوب باك بتاع الراوتر. تعالى بقى ندخل جوه كونف تي ونكتب تاني برضو راوتر او اس بي اف ونخلي البروسيس رقم 3. طيب النتورك هنخليه مثلا الشبكة 30، نفس النظام اريا 0. عندي شبكة 40 برضو كده اريا 0. وعندي اللوب باك بتاعي او جالي رسالة على طول النيبر بتاعي 2، اروح له من على جيجا 0 على 1. حتى اللودنج دون او اللودنج تو فول، يعني ارسل ال اس اي داتابيز، كل واحد ارسل رسايله او الداتابيز بتاعته يعني، او شكل الشبكة كلها بيرسلها في رسالة، تمام، فهو عارف بقى الشبكة بتاعته فين وكده.
فتعال نكتب الاول اللوب باك قبل ما ننسى الراوتر ده واريا 0. المفروض كده شو اي بي روت ظهر عندي، لو لاحظت ظهر عندي شبكة واحد، ده الراوتر رقم واحد اهو، انا معرفتلوش اصلا ان في شبكة رقم واحد. تمام، فالشبكة رقم واحد ظهرت عندي اللي هو الراوتر رقم واحد، وادي الادمن ديستانس ثابت 110، واروح له كمان بكوست قد ايه؟ ب3. حلو، ده طبيعي. وهنا 2 عشان ده قريب مني اللي هو الراوتر رقم 2. وعندي تاني شبكة 10 اروح له برضو بالمترك 3. وعندي شبكة 20، يعني الابعد شبكة 10 فبيروح لها ب3، 20 هيروح لها ب2. الاو اس بي اف هنا شبكة رقم واحد هيروح ب3 للراوتر رقم واحد، والشبكة رقم 2 هيروح لها بكوست 2، وهكذا. كده انا عندي الشبكات كلها اتسجلت دايناميك من غير ما اكتب الشبكات على الراوتر ده، وده ال القوة بتاعت الاو اس بي اف. طب تعالى بقى نشوف البنج. المفروض ان الشبكات عندي في الراوتنج تيبل، فالمفروض يوصلوا لبعض، البي سي يوصلوا لبعض. فانا لو عملت بنج على 10.1.1.2 المفروض يوصلوا لبعض. تعال نشوف. بس جاب لي كده رسائل ريبلاي ورد عليا ومفيش اي مشكله خالص. ليه؟ الشبكات عندي كلها على الراوتنج تيبل ده، عندي في الراوتنج تيبل كل الشبكات موجوده، ده في الراوتر رقم 3. طيب الراوتر رقم 2 عندي الشبكات برضو موجوده، اعمل شو اي بي روت، كل الشبكات موجوده، شبكه رقم 1 و2 و3 موجودين كلهم. تمام. تعال نشوف الراوتر رقم 1 شو اي بي روت، فيبقى عندي كده شايف الراوتر رقم 1 اهو موجود، الراوتر رقم 2 والراوتر رقم 3 بكل الشبكات بتاعته 30 و40 موجودة. تمام، فهو ده الاو اس بي اف. في الاو اس بي اف بمجرد بس ما عرفته الشبكة اللي انت متوصل بيها خلاص بيبدأ يبعت الرسائل والشبكات ويتبادلوا الجداول مع بعض او الداتابيز، ويبقى كل الشبكات موجودة على الراوتنج تيبل. فبعد كده تقدر توصل عادي جدا من البي سي الاولاني للبي سي التاني ومفيش اي مشكلة خالص. بس كده احنا عرفنا ازاي الاو اس بي اف بيشتغل مبدئيا، وبس احنا كده خلصنا. متنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب وتقول لي في الكومنتات الاو اس بي اف اشتغل معاك ولا لا.